انا دايما بحب اكلات الحله الواحده، سهله وسريعه كده وبتبقى لذيذه جدا. النهارده هنعمل مع بعض المبكبكه الليبي، لكن هنعملها على الطريقه المصريه، وهنشيل اللحمه ونحط سجق ونعمل شويه صوص كده بطريقه معينه هينقل طعمها لحته تانية خالص. احلى مبكبكه سجق هتجربوها. ويلا بينا نشوف الطريقه على طول. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه للصفحه، ونسمي الله ونبدا. واول حاجه عندي هنا 4 طماطميات. هقطع الجزء اللي فوق ده كده واعمل علامه الاكس من تحت، مع قرن فلفل احمر حلو، و4 فصوص توم، وبصلايه صغيره. غسلت الحاجات دي كلها والبصلايه مقشراها والثوم، وهنحط عليهم شويه زيت صغيرين وندخلهم الفرن. هنا هنعمل الصوص بالخضار المشوي، بيطلع يجنن. نشيل بقى الصينيه دي وندخلها الفرن، ونبدا نقطع السجق. عندي هنا نص كيلو سجق هقطعه وهو مجمد بالشكل ده، قطع صغيره كده او زي ما احنا عايزين. وبعدين نجيب الحله بقى اللي هتشيل كل الحاجات اللي احنا هنعملها دي. معلقه زيت على النار، هنزل فيها بقطع السجق، ونقلبه ونشقلبه كده لحد لونه ما يتغير ويتشوح معانا. هننزل عليه بفصين توم مفرومين، وعليهم بصلايه صغيره، قرن فلفل حامي ده اختياري، طماطمتين متقطعين قطع صغيره، وفلفل رومي. تقلبتين بقى كده، ونسيب الخضار مع السجق كده يتبلوا شويه، وهنبهرهم بحاجات بسيطه كده: ربع معلقه فلفل، كزبره، كمون، ملح. ما نكترش قوي بهارات لان السجق عندنا متبل. نغطي بقى الحله دي ونسيبها على نار هاديه تاخد وتدي كده مع نفسها. وهنا بقى خلاص الخضار عندي اتشوى وريحته تجنن. هجيب بقى هاند بلندر واضرب كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا هنشيل الحته الخضراء اللي بتبقى فوق في قرن الفلفل دي، هنشيلها. وهنحط الخضار بالصوص اللي نزل منه بكل حاجه، نضربهم بالهاند بلندر كويس جدا. لو هتضربوه في الخلاط استنوا يبرد شويه وبعد كده اضربوه في الخلاط. ريحه الثوم مع البصل والفلفل والطماطم في حته تانية خالص، يعني فعلا الصوص ده يجنن. لو هتعملوه مع بيتزا ضيفوا شويه ريحان او زعتر، بيبقى حلو جدا. شايفين الصوص بعد ما عملته بالهاند بلندر تقيل ازاي؟ ده اللي هيخلي المكرونه عندنا حمرة جدا ومش محتاجين اي صلصه. لكن لو انتوا حابين تزودوا صلصه مفيش اي مشكله خالص. هناخد الصوص الحلو بتاعنا ده نضيفه على السجق مع شويه ملح وفلفل اسود وشويه شطه، يعني نظبط الملح بتاعها ندوق، ولو احتاجت ملح تاني نبقى نزود. تقلبتين كده بقى، هي مش محتاجه تتسبك تاني، السجق استوى وكل حاجه جاهزه. هنجيب بقى كيس ونص مكرونه او كيسين مكرونه، يعني الكميه دي ممكن تعمل على كيس ونص او كيسين. هنزل بقى بكيس ونص مكرونه اي نوع واي شكل انتوا عايزينه. هبدا اقلبها في قلب الصوص، وهزود لها كوبايه ميه مغليه، وهستمر في التقليب كده قدامها بالظبط 10 دقايق، ونرفعها من على النار. يا دوبك المكرونه تستوي نغرفها على طول. طبعا مع استمرار التقليب كل دقيقتين 3 كده هنقلبها. ممكن تحتاج ميه تاني، انا هنا احتجت كمان نص كوبايه زودتها على مرتين. يعني بنكون جنبها كده نقلب كل دقيقتين 3، ونزود شويه ميه لحد ما تستوي معانا. عايزين فيها صوص شويه زودوا الميه شويه كمان، او ضيفوا لها صلصه. لكن هنا بالنسبه لنا كانت كويسه جدا، طالعه مفلفله وجوسي في نفس الوقت. المكرونه لما بتنزل على الصوص ده وهي نيه بتبقى حلوه جدا وبتشرب من الصوص. لكن لو قلقانين ان هي مثلا تعجن منكم او ما تستويش كويس، ممكن تسلقوها الاول وبعد كده تصفوها كويس جدا وتنزلوا بيها في قلب الصوص، والسجق برضو بتبقى حلوه. ما تزودوش مده تسويه المكرونه معاكم عن 10 دقايق عشان ما تعجنش. شايفين بزود لها الميه شويه شويه ازاي؟ انا لمده 10 دقايق كنت بقلب وازود شويه ميه بشويه ميه صغيرين قوي. هنا شكلها عامل ازاي؟ فاضل لها حوالي دقيقتين 3 واطفي عليها النار، وضفت لها كده قرن فلفل نسيت احطه في الاول، لكن بيخلي ريحتها رهيبه. ونغرف بقى احلى مبكبكه مصريه بالسجق او مكرونه بالسجق. شايفين المكرونه نازله مفلفله ازاي وشاربه من الصوص حلو قوي. الصوص الخضار المشوي ده مديلها طعم في حته تانية خالص، طعمها بجد حلو قوي. جربوها، ولو عجبتكم اعملوا لي لايك وشير ومتابعه للصفحه.